صباحك عسل، صباحك رزق، صباحك خير. ابنها بينافسها في الشغلانة. حكاية الشيف حنان جمعة صاحبة صفحة حنون، ازاي اتشهرت وازاي بتعمل الأكلة ب50 جنيه. بتعمل أكلات اقتصادية وعلى قد الإيد، والنص كيلو في إيديها فيه بركة وبيكفي عيلة كاملة. وابنها شيف وبياخد كورسات مع المشاهير وبيتعلم منها أجدد الوصفات. حكاية الشيف حنان جمعة صاحبة بيج حنون، ازاي اتشهرت وايه قصة الأكلات الاقتصادية اللي بتعملها ب50 جنيه، ومفاجأة عن ابنها اللي بينافسها في الشغلانة. كل ده وأكتر هتعرفوه معانا في الفيديو ده. ست بيت وبتعشق المطبخ وقلبته استوديو بأقل الإمكانيات، واحدة واحدة قدرت تاكل الجو وتكبر فيديوهاتها وتعدي ملايين المشاهدات. ومش بس كده، بتعمل إعلانات كمان. كلامنا هنا عن الشيف حنان جمعة صاحبة بيج حنون، واللي فيديوهاتها ملهاش زي ومختلفة تماما ومميزة، وبتطلع تعمل أكلات اقتصادية ووجبة للغدا ما تعديش ال50 جنيه، وبتقف جنب ستات البيوت وبتديهم أفكار لمشاريع الأكل البيتي بأقل التكاليف. حنون بتظهر في الفيديوهات بمنتهى البساطة هي ومطبخها، وبتستخدم أدوات على الموضة، وبتظهر بجلابية شيك أو تايرات اللي هي بتاعت المحجبات، وبتحب تكون على سنجة 10 وفي منتهى الشياكة والأناقة. وأما ابنها فهو اللي يتقال عليه ابن الوز عوام، وبيحب الصنعة والوصفات زي مامته بالظبط، لدرجة إنها اتفاجئت بيه جوه المطبخ وبيعمل أكلات وبياخد كورسات وبيطور من نفسه كل يوم، لدرجة إنه عمل حلاوة طحينية زي بتاعت المصانع بالظبط، وعمل كمية بتمن العلبة الواحدة من الحلاوة. حنون ست بسيطة جدا وبتعمل وصفات سهلة وموفرة وما بتاخدش لا وقت ولا مجهود وبأقل التكاليف. وعملت وجبة غدا بأقل من 50 جنيه، وكانت عبارة عن نص كيلو كبدة فراخ وبتخلطها كأنها كبدة اسكندراني، علشان دخلت المدارس والعيال بتحب البسطرمة، بس هي عايزاها تكون هيلثي وفي نفس الوقت الصحية ما تبقاش مضرة للعيال. عملتها بأقل التكاليف من بره وبكميات كتير برضو. عملت بسطرمة من اللحمة المفرومة ب200 جنيه وبكمية أكتر من الكيلو، وبدلته بعرق التبيانكو اللي بيدخل في 600 جنيه، فأظن مفيش أحسن من كده توفير. وطبعا كلنا عارفين إن البانيه عادي وبقى بأكتر من 200 جنيه للكيلو. هي عملت بربع كيلو كمية تكفي أسرة كاملة مكونة من 6 أفراد وهتشبع، وهي إنها عملته زي الخوارزمي بس زودت فيه بصل وفلفل عشان الكمية تبقى زيادة وفي نفس الوقت تبقى جديدة. وعلشان مواعين الكشري كتير حطت اختراع، وهو كشري في كيس حراري. خلطت المكونات كلها في الكيس وعلى الفرن على طول، وطلع أحلى ما بيتعمل في الحلة. ونصحت ستات البيوت إنهم يزودوا كميات الحاجة عشان تكفي الأسرة كاملة، يعني خلت النص كيلو سجق بطريقتها، زودت فيه الخضار والبصل وبقى أكتر من نص كيلو. وعملت في رغيف عيش أكتر من نص كيلو كفتة، وكان اختراع حكاية وشبه وجبات المطاعم، والكل انبهر بالطريقة دي وجربوها وعجبتهم. وبعد ما الطماطم غليت وبقى الكيلو ب30 و40 جنيه للكيلو، لقت حل بديل ليه، واللي هتخليكي توفري وتعمليها بالبهارات وهتبقى أحلى من الصلصة كمان. وعملت من البطاطا سندوتشات كريب بالطحينة والتومية، وعملت كمان كمية كبيرة توفري كمية البطاطس اللي هتستخدميها في السندوتشات. عملت كمان بديل النوتيلا في البيت، وعملت سبريد زي بتاع بره علشان سندوتشات اللانش بوكس، وتفرح العيال ببار الشوكولاته، وحاجه في منتهى الاقتصاديه بدل ما تشتريها ب500 جنيه واكتر. عملت الجبنه الرومي في البيت بنص سعرها بره وباقل الامكانيات، واللي كانت عباره عن لبن وزيت وكلفتها بس 100 جنيه. وعملت القالب اللي بفلوس كتير بره في الهايبر. حنون نموذج للست القويه واللي قدرت تحقق نجاح ليها في وقت قصير. وصفاتها بتجيب ملايين المشاهدات، ومش بس كده، دي بتشجع ستات البيوت انهم يعملوا مشاريع اكل بيتي ولو حتى بفلوس رمزيه. وهي بنفسها بتحاول تعمل مشروع صغير هي وابنها وتحقق حلم عمرها ويكبر وتفتح منه فروع كتير. ومش بس كده، دي كمان بقت شيف وليها برنامج خاص بيها وبتسميه باسمها اللي هو وش السعد عليها. يا ترى جربت اكلات ووصفات حنون ولا لا؟ شاركونا في التعليقات.